السلام عليكم مشاهدين، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة ان شاء الله يا رب. يوم جديد ووصفة جديدة ان شاء الله، وممكن تكون هاد الوصفة هذه من وصفات رمضان ان شاء الله. كنبغيو الكبدة وكنبغيو هاد التويشيات بحال هكا. اليوم غندير معكم الطبق ديال اليوم، الكبده مشرمله على الطريقه ديالي. كتجي زوينه وبنينه ولذيذه، كتجي يعني روعه في المذاق. مهم اللي عجبو الفيديو ما ينسانيش من لي لايك ديالكم ومن التعاليق ديالكم الزوينه. شكرا لكم جزيل الشكر. وغادي نمشيو باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. مهم اللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك في القناة فضلا وليس امرا احبابي، ويفعل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وكنشكر كاع المتتبعين ديالي القدام والجداد كلهم، كنشكرهم بزاف. اللي باقي متبعيني وباقي مشتركين معايا، يعني كنشكركم جزيل الشكر على المحبه المتبادله. الله يدومها بخير ان شاء الله. المهم عندي هنايا الكبده كما كتشوفوا، ولكن سبقت البصله هي الاول، شحرتها هي الاول، لان كتعرفوا الا درنا البصله والكبده كبده بالزربه كطيب. خصنا نديروا البصله هي الاول. درت جوج بصلات كبارين مشلضين وخليتهم في المقله يتشحروا يعني، وما نخليهمش حتى يتحرقوا، يتشحروا مزيان حتى يوليو يعني داك اللون الذهبي. وعاد غادي نزيدوا الكبده. هنا عندي الملحه في التوابل، وعندي الابزار، وعندي الخرقوم ولا الكركم، وعندي التحميره، ولا بغيت ديروا شويه ديال الكمون ديروه. عندي شويه ديال القزبور مطحون يابس. المهم اللي كيبغي الكمون يديرو. المهم انا ما عنديش داكشي علاش ما استعملتوش. المهم هنا من بعد ما تشحرت ليا البصله، نسيت ما قلت لكمش حتى الثومه كانت، الثومه هي درتها مع البصله، لان الثومه تعرفوها ضروري كتواتى مع الكبده كتجي زوينه ضروريه. شفتوا الحامض مصير حتى هو قطعته على الكبده تمايا ودرته معاه. المهم صافي دابا غنبداو نشحر في هاد الكبيده ديالي مزيان، شحروها مزيان جيدا. ومن بعد غادي نبداو نضيفوا الاضافات الاخرى ان شاء الله. وما ننساش نبارك لكم العواشر ان شاء الله. المهم بارك عواشركم مبروكه ان شاء الله. الله يدخل علينا هاد نصف شعبان بالصحه والسلامه وبالعافيه وبالمغفره والثواب ان شاء الله، وبالقبول ان شاء الله يا رب العالمين. والله يدخل علينا رمضان يا ربي لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله يا رب العالمين، وبالثبات وبالمغفرة والثواب وبالقيام وبالصيام ان شاء الله على الجميع، لينا وليكم ولجميع المسلمين ان شاء الله يا رب العالمين. من بعد الخوت، من بعد كما شفتوا درت العطريه ديالي كما شفتوا، راه شفتوا كلشي على عينيكم يعني في الفيديو كلشي واضح. درت الملحه، درت الابزار، درت الخرقوم، درت دابا غندير التحميره ولا بابريكا حمراء. المهم بغيتو ديروا شويه ديال السودانيه ديروها حتى هي راه كتجي زوينه في هاد الكبده هذه، حيت الكبده كتعرفوها كتكون شويه حلوه. ملي كديروا داك شويه طريقه ديال السودانيه كتجي هي هذيك في التوازن ديال في المذاق. من طبيعه الحال الا كنتو كتحبوا السودانيه، الا ما تحبوهاش ما ديروهاش، كل واحد يدير اللي يناسبه صافي. المهم غادي نبدا نشحر انا هاد الكبده هذه، خاصني نشحرها مزيان يعني صافي. الكبده راه بالزربه كطيب خلاص. المهم هو البصله اللي طيبنا في الاول هي المهمه اللي خصها طيب مزيان وتعطي النسمه ديالها واللذه ديالها وكتطلق ديك الحلاوه ديالها كامله. عاد كنديروا الكبده ديالنا وكنبقاو مقابلينها وكنشحروا فيها بالخاطر بشويه عليها صافي، وكنبقاو عليها حتى نشحروها ونقرملوها. من بعد غادي نجيب واحد شويه ديال المعدنوس، غادي نضيفوه حتى لاخر لحظه، يعني تبقى غير واحد 5 دقائق باش غادي نحيدو من العافيه. وغادي ندير المعدنوس، ودرت واحد 2 مزيودات ديال الحار مرقد ما حارينش بزاف، يلا هما هذوك في الحروريه.
مبغيتش نكتر، درت جوج طرونش ديال الحامض من الفوق صافي. غادي نشحرو مره اخرى وزدت واحد شويه زيت الزيتون، هادشي كله حتى الاخر. تبقى ديك 5 دقائق عاد ندير هاد المسائل هذه باش كتبقى المذاق ديالها يعني حاضر، وزيت البلديه ما كتحرقش لينا، وكنبقاو نحسوا بالمذاق ديال زيت البلديه ولا زيت العود، كنحسوا بها مزيان، وكنحسوا بداك المذاق ديال المعدنوس مزيان وصحي النيس المعدنوس. لا خليناه حتى لاخر لحظه صافي. هذا هو الطبق ديالنا. غادي نشوفوا طريقه التقديم ان شاء الله، بقاو معنا حتى نشوفوا طريقه التقديم ان شاء الله. كتجي مشحره ويعني منسمه، كتجي لذيذه بلا ما نشكركم، راه تشكر نفسها راسها بنفسها، يعني كتشهي بصراحه. يعني كده مقلية. كده مقلية غزالة، كنت شي درت فيها ولا جيت تطيب ودير فيها شوية سميدة حرشة بصح هاي كيفاش وشنو كتزيدها؟ تجي زوينة، كتجي حرشه. تجي حرشة غزالة. سبحان الله العظيم. سمعتوا الوالده شنو قالت؟ تطيب الوالده دير فيها قالت سميدة حرشة. سبحان الله العظيم. المهم الطبق ديالنا الخوت، هذا هو الطبق النهائي ديال الكبده ديالنا بالطريقه ديالي. نتمنى من الله تعجبكم وتطبقوها في البيوت ديالكم ان شاء الله. الوالده ديالي حدايا قالت لي الا زدتي فيها حتى السميده من الفوق حتى تطيب. السميده رقيقه ولا الغليظه؟ الغليظه. كتزيدها فيها واحد شويه السميده الغليظه من الفوق وكتحرك مزيان، يعني كتحمر هذيك السميده تقريبا وكتعطي واحد الكو زوين في تتجي حرشه وكتجي محمره مع داك الكبيده. وكنتمنى بالله يعجبكم الفيديو وتبارطاجيوه مع الاحباب ومع الاصدقاء، وما تنساونيش من لي لايك البنات، ما تنساونيش من لي لايك، راكم كتنساوهم ليا. والمهم اللي دار شي حاجه جزاه الله خيرا. وغادي نشوفوا كيفاش جات. راه كتجي مدغمره وكتجي واقفه على الزويته ديالها، كتجي لذيذه الصراحه. مهم انا عزيزه عليا بصراحه هذا الكبده هذه، كنفضل الكبده ديال الدجاج على الكبده ديال البقري، والله العظيم ديما كنفضل ديال الدجاج على ديال البقري وكتحمقني. المهم هذا هو الفيديو ديالنا اللي كان اليوم. السلام عليكم، الى وصفه قادمه ان شاء الله. ولا ديال الدجاج.